السلام عليكم خوتي. اليوم نتكلموا على نيجيريا منافس القدر في المباراة المقبلة من ربع نهائي كأس إفريقيا. نيجيريا منتخب قوي، منتخب مرشح للفوز بهذه الكأس، منتخب بأوج العطاء تاعو، عنده لاعبين جد جد ممتازين، على رأسهم أوسيمان، إيوبي، كاين لوكمان، وكاين آدامز في الهجوم. هادو لاعبين ممتازين. بالنسبة لوسط ميدانهم إيوبي، ريجيستا لاعب الارتكاز، لاعب جد جد ممتاز، هو اللي كسر اللعب، هو اللي خرج بالكرة. هذا اللاعب يعني لو كان نسيطروا عليه ونغلقوا له المنافذ، نغلقوا له المساحات، راح نسيطروا على وسط ميدان نيجيريا بنسبة كبيرة. أما فيما يخص هجوم نيجيريا، فهو في الغالب أو 95% من هجمات نيجيريا راح تكون على الأطراف. عندهم لوكمان سريع منا، وعندهم آدم سريع، وكما نعرف جميعا أن أوسيمان لاعب ممتاز في العرضيات وفي الضربات الرأسية، لاعب كناص، لاعب هداف، ولو أنه عنده نقطة سلبية واللي هي التسللات، لاعب يدخل كثيرا في التسللات. بالنسبة لمنتخبنا، عندنا احنا وسط الدفاع لاعبين طويلين ممتازين بالكرة الرأسية أو حتى في التمركز، وحتى في خط، يعني عيسى مندي وبن سبعيني قدموا كأس إفريقيا جد جد ممتازة. الشيء الذي تخوفنا منه في بداية الدورة وعن عدم تفاهم الدفاع، يعني هذا المشكل تخطيناه تكتيكيا بشكل جد جد جيد. لاعبين على بالهم واش راهم يخدموا، راهم ممتازين. أه وسط الميدان نفس الشيء، راه في فورمة جيدة، وحتى تكتيكيا رانا ممتازين في وسط الدفاع. بن ناصر، حتى بن ناصر عنده بديله الجاهز عبد اللي الذي كان في المستوى المباراة السابقة ضد الكونغو. عندنا وحتى زروكي يعني حتى هو دخل في المنظومة. الشيء اللي لاحظناه في هذه التشكيلة وبقية مدرب بيتكوفيتش أنهم يعرفون أدوارهم جيدا، لاعبون أذكياء. مدرب محنك يعرف كيف يوصل للاعبين ما يجب فعله دفاعيا وهجوميا. بالنسبة للهجوم، رأينا عمورة، نعم كان سريع لكنه في الإنهاء ما راهش مركز كما ينبغي. بالنسبة لمحرز، تقنيا راه جد ممتاز، أما بدنيا ما راهش محرز تاع 2019، ولكن رغم هذا نتمنى نشوفوا الشيء الكثير منه. بالنسبة لحاج موسى أيضا لم يكن موفق في المباراة القادمة، ولو أنه أعطى تمريرة مفتاحية، إلا أنه ما راهش مركز جيدا، ما راهش في الطوب تاعو. على العموم تشكيلة جيدة. أنا كان رأيي بخصوص بونجاح وبولبينا. الأول أنا قلت باللي نتمنى يلعب بولبينا في خطة 4-4-2، لكن المدرب يفضل بونجاح. كاين كثيرين يقولوا بونجاح راه تكتيكيا مليح، ولكن احنا يا أخي احنا في الإنهاء راه بولبينا جد ممتاز في الترويض، الكرات العالية، في المراوغات، في التسديد، في السرعة، في الانطلاق. بولبينا يصنع لك هدف من لا شيء. تكلمنا على هذا الأمر كثيرا، وهذا ما حدث في المباراة السابقة. بضع دقائق من إشراكه بولبينا جاب لنا هدف غالي جدا. إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، والأفضل هو اللي يلعب، ولما لا التتويج بالكأس الغالية. وشكرا.